استنى تعالى ثواني. اكتب في الاول تحيا مصر، واقول لك هتكتب تحيا مصر ليه، واعمل لايك للفيديو اللي هتسمعه دلوقتي. تحيا مصر بشعبها الواعي، بشعبها اللي هو قد كل التحديات، اللي هو قد كل الصعاب، اللي هو قد كل المسؤوليات، سواء شعب او جيش او قيادة، كلنا ايد واحدة على قلب رجل واحد. رغم كل الفتن، رغم كل الاشاعات اللي دايرة ليها سنين، لكن في وعي وفي فكر في كل حاجة. الحمد لله. تحيا مصر بعم محمد وعم حسنين واستاذة هالة وام جرجس وام مينا وام سموين وابو عمران وابو حجاج، بكل شعبها الجميل الحلو اللي عارف يعني ايه بلد. قعدوا يقولوا لنا بطاله، وقعدوا يقولوا لنا دولار، قعدوا يشيروا في الاشاعات، ما عرفوش ان محمد بعد ما اتخرج وطلع وابوه كان بيبيع شويه خضار كمان وفقير، راح جاب توك توك وجاب قسط مسدد القسط، ويطلع كل يوم يعمل له 500 600 جنيه، بيشيل 100 جنيه القسط بس، اصل قسط التوك توك 3000 جنيه في الشهر، والباقي كله مصاريف. وابو محمد دخله جمعيه كبيره وهيشتري له كمان شقه تمليك. ما يعرفوش عم علي الموظف التعبان الشقيان بعد ما بيخلص شغله الساعه 2 بيروح يفتح السوبر ماركت بتاعه ويجيب له 200 300 جنيه يعرف يمشي بيهم بيته، ومرتبه زي ما هو بيجهز بيهم بنته منال. ما يعرفوش ان السموهين بعد ما اتخرج وطلع وخد شهاده كبيره اشتغل وكافح من اجل ان هو يوصل، وفتح مكتب محاماه ودلوقتي بقي تحت ايده كام محامي في القواضي كمان. ما يعرفوش ان الشعب ده بيجاهد في الميدان وبيجاهد في كل مكان. ما يعرفوش عم علي الراجل البواب الغلبان التعبان الشقيان اللي بيعلم ولاده كل شيء، حب الوطن وترابها والوعي والفهم، وان دي بلدنا ونحافظ عليها ونحطها جوه عينينا. عم علي البواب المسكين اللي عامل نصية شاي على قده كده بيعمل فيها شاي بره العمارة، وعلم ولاده احسن تعليم، ومنهم ابن مهندس ودكتور، واللي ملقيش وظيفة منهم نزل واشتغل، وقف في الميدان، جاب شوية تيشيرتات من العتبة ونزل بيهم ميدان الجيزة ونزل بيهم الوراق، وقال اي تيشيرت ب100 جنيه وحلال ربنا ليا فيه مكسب 30 جنيه، وفضل يبيع ويكسب وعليه اقبال من كل الناس لحد ما بقي مستورد وبيستورد هدوم ويجيب هدوم وفتح شركة وبقي من التجار الكبار. ما يعرفوش ان الشعب ده ما بيقفش على حاجة في الميدان، وفي ميدان الحرب والفكر والوعي، فاهم يعني ايه بلد ويعني ايه حب وطن، عارف يعني ايه بلد يحافظ عليها، عارف يعني ايه لاجئ جاي عنده وطفشان من الحروب وجاي عشان يدور على الامن وعلى الامان، عشان ينام في طمأنينة وينام مستريح على مخدته كمان. عارفين يعني ايه بلد نحافظ عليها، عارفين يعني ايه بلد وقت الشتاء نفديها بروحنا وقلبنا وعينينا كمان. ما يعرفوش الاستاذه منال اللي اتخرجت وخدت الدكتوراه من بره، كافحت قد ايه وجهدت وكانت بتشتغل بدل الشغلانه 2 و3 عشان تجيب الكتب الغاليه كمان. كانت موظفه وعلى قدها، وبعد ما تخلص بتروح تشتغل ممرضه في عياده كبيره كمان، وتاخد مرتب التمريض تجيب الكتب ومرتبها مصاريف وتشيل منه قرشين للجمعيه كمان. ما يعرفوش ان الشعب ده البطاله بيحاربها، الكفاح هو النجاح. ما يعرفوش ان الشعب ده له شعار ان هو بيتصرف وبيعرف يمشي اموره في كل مكان، ان هو لما الحاجه تغلى ممكن ما يشتريهاش وينساها، والبيضه اللي ب6 جنيه تبقى ب3 جنيه ونفكر يجيبها كمان. ما يعرفوش ان الشعب ده قد كل حاجه. ما يعرفوش ان الشعب ده شعب التضحيات، شعب 7000 سنه حضاره. ما يعرفوش ان الشعب ده قيادة وجيش وشرطة ومخابرات وشعب، كلهم اخوات واصحاب. الضابط محمد والنقيب محمود والمهندس علي جيران في عمارة واحدة، والصبح بيصبحوا على بعض. صباح الفل يا باشا، صباح الخير يا هندسة، كل سنة وانت طيب. وفي الأعياد اخوات واصحاب. ما عرفوش ان مصر بلد القانون،
بلد الحريات، بلد الأمن والأمان، اللي جاي لها الناس من كل مكان عشان يحسوا بالأمان. عرفت ليه بقول لك اكتب تحيا مصر؟ اكتب تحيا مصر، خليك فخور ببلدك واكتب تحيا مصر. تحيا مصر العظيمة القوية، تحيا مصر أم الدنيا، تحيا مصر راعية السلام، تحيا مصر اللي بتصنع سلاح وطيارات وبتجيب سلاحها من كل مكان، تحيا مصر شامخة، تحيا مصر وارفع راسك فوق واكتب تحيا مصر. معرفوش ان الشعب ده مفيش غلا بيأثر فيه، مفيش اي حاجة بتأثر فيه، بيتصرف لنفسه في شغلانة واتنين وتلاتة ويعرف يجيب الجنيه كمان. ما عرفوش ان الاستاذة ايمان اللي مرتبها يا عيني على القد في القطاع الخاص وبتخلص الساعة 3، وبعد ما بتخلص بتشتغل كمان في مكتب محامي بيتلخص له كل القواضي، اصلها دارسه قانون كمان، اصلها دارسه قانون كمان. واللي بتاخده من المكتب المحاماه بتشيله وتخش بيه جمعيات وتجهز بنتها سناء ولاء، وكمان اشترت شقه تمليك من جمعياتها وشطرتها. وجوزها معلش غير ان هو يشتغل ويدفع لجار ويروق على البيت كمان. ما عرفوش ان الشعب ده شعب مكافح مجاهد في حروب وقت الجد على قلب رجل واحد، في تحديات بيبقى قدها في ظهر قيادته ورئيسه وجيشه وشعبه. ما يعرفوش ان الشعب ده بيحافظ على مقدرات بلده. ما يعرفوش ان الشعب ده مهما نتكلم الفتن وزاد العملاء ومهما زادت الفتن هو عنده وعي، عنده وعي وعنده فهم. محارقكم كلمة تحيا مصر. طب تحيا مصر، والله تحيا مصر، مصر القوية، تحيا مصر، تحيا مصر.